اكتر الكائنات البحرية اللي الناس بتحبها هو الدولفين، لانه معروف انه صديق الانسان. بس الحقيقة غير كده تماما. في ناس كتير اتعرضت لهجمات من الدلافين بدون اي سبب واضح. تعال نشوف الجانب المظلم للدلافين اللي عمرك ما كنت تتخيله. في سنة 2013 في ايرلندا كان في سيدة بتسبح في البحر وفجأة ظهر دولفين وبدأ يلف حواليها. الاول افتكرت انه بيلعب، بس بعد لحظات سحبها تحت المية بعنف وفضلت تحاول تهرب، لكنه كان بيرجعها للمية كل مرة لحد ما الناس في الشاطئ تدخلوا وانقذوها. والحادثة دي خلت السلطات تحذر من السباحة مع الدلافين البرية لانها مش دايما ودودة. برضه في سنة 2012 راجل في فلوريدا كان بيسبح مع الدلافين وفجأة دولفين ضخم اندفع عليه بسرعة وضربه في صدره بقوة. الضربة كانت عنيفة لدرجة انها كسرت له ضلوعه وعملت له نزيف داخلي، ونقلوه للمستشفى بسرعة. تخيل كائن وزنه نص طن بيهجم عليك بأقصى سرعته. وفي واقعة تانية مجموعة من الصيادين كانوا في قارب صغير في خليج المكسيك، وفجأة قفز دولفين ضخم من البحر ووقع فوق القارب، وده أدى لانقلاب القارب بالكامل. الصيادين اضطروا يسبحوا للشاطئ وهم في حالة صدمة لأنهم ما كانوش متخيلين إن الدولفين ممكن يكون خطر عليهم بالشكل ده. الدلافين معروفة إنها من أذكى الكائنات، لكنها كمان مزاجية جدا. بعض العلماء بيقولوا إن الدلافين ممكن تهاجم البشر لو كانت متوترة، أو حتى لمجرد الاستكشاف. زي ما عندنا بشر عدوانيين، ممكن يكون في دلافين عدوانية برضه. طول عمرنا بنشوف الدلافين على إنها كائنات لطيفة وصديقة للإنسان. فالمرة الجاية لو فكرت تسبح مع الدولفين، افتكر إنه مش دايما الكائن الوديع اللي أنت بتشوفه في الأفلام وفي عروض السيرك. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.